في الوقت اللي بنسجل فيه الحلقة دي لسه القصف شغال على أهلنا وإخواتنا في فلسطين. عشان كده عايز أفكر نفسي وإياكم بالدعاء لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا، ربنا يثبتهم ويحفظهم جميعا. عمرك شفت قبل كده خريطة العالم العربي؟ طب بلاش، شفت الأعلام بتاعت الدول العربية دلوقتي؟ طب بذمتك ما اتلخبطتش فيهم زمان؟ تحس كده إنهم تقريبا ما دفعوش للمصمم فكسل إن هو يعمل تصميمات جديدة. طب إيه حكاية الأعلام دي؟ وإمتى بدأت؟ ومين اللي صممها؟ وإيه حوار ال 25 دقيقة؟ أنا عبد الرحمن الشاعر، وده بودكاست جد جدي، ودي سلسلة على الماشي. ما تنساش قبل ما تبدأ اللايك والشير، ولو أنت على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. المهم ما تنساش كوباية القهوة، ويلا بينا نبدأ. كلنا عارفين أو مش عارفين إن الأعلام دي والتقسيمة الدول اللي إحنا شايفينها دلوقتي ما ظهرتش إلا بعد اتفاقية سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن القصة بدايتها مش هنا، الموضوع قديم شوية. هنرجع لورا لسنة 1258 واللي هي 656 هجرية، وبالتحديد وقت دخول المغول بغداد وقتلهم للخليفة العباسي عبد الله المستعصم بالله. وبعدها بسنتين اتحركوا ناحية دمشق في بلاد الشام، يعني تقريبا سنة 1260. وطبعا هتبتدي قصة المماليك بقيادة سيف الدين قطز ومن بعده بيبرس مع المغول، والقصة الشهيرة بتاع الجهاد وأنا هنا يا سلامة. ولكن مش عايزك صديقي العربي تشغل دماغك بالقصة دي لأنها مش موضوعنا أصلا. فاكر الخلافة العباسية؟ العالم بتاعها بقى كان عبارة عن مجرد راية سوداء فقط، ما فيهاش أي حاجة. ومن قبلها الدولة الأموية كان العلم أو الراية بتاعتهم مجرد راية بيضاء بس بدون أي إضافات. وحتى بعد ما المسلمين فتحوا الأندلس سنة 711 الأمويين حكموها واستقلوا بيها، كان علمهم مجرد راية خضراء مش أكتر. المهم تعدي الأيام بعد دخول المغول وقتل الخليفة العباسي، وفي العراق يتولد شاعر عربي عراقي، طبعا تحية لكل أهل العراق، اسمه صفي الدين الحلي سنة 1277. بيكبر الشاعر وبينشد قصايده اللي كان أغلبها بيفخر بأصله ونسب العربي. ها سامعني؟ بيفتخر بنسبه وأصله العربي. أنا قلت أفكرك بس. المهم من الأشعار بتاعته بعض الأبيات اللي كان بيتكلم فيها عن معارك العرب مع المغول وإزاي انتصروا عليهم فيما بعد. فكان بيقول: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منى، ولو رأينا المنايا في أمانينا. علق بقى الأبيات دي بدبوس كده قدامك عشان هنحتاجها قدام. أما دلوقتي عايزك صديق العربي تيجي معايا كده لسنة 1916 في الجزيرة العربية، وتحديدا وقت بداية الثورة العربية الكبرى. ثواني آسف، نسيت أقول لك إن ما كانش لسه اتسمت السعودية. خلي بالك إن في الوقت ده برضه في الناحية التانية في أحداث الحرب العالمية الأولى، ومش عايزك تنسى إن مصر ساعتها كانت تحت حكم الاحتلال الإنجليزي. وطبعا لو مش مذاكر تاريخ شوية فهي الخلافة العثمانية كانت لسه بتحكم كل المنطقة اللي ظاهرة قدامك دي. وطبعا الخلافة العثمانية دي كانت مع الألمان ضد الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. ففي الوقت اللي كان فيه العثمانيين أو الدولة العثمانية بتحارب فوق مع الإنجليز، تقوم الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين في الجزيرة العربية بشوية تحريض صغيرين كده من بريطانيا وتمويل بالسلاح عن طريق السير مكمهون في مصر. عايزك بقى معلش توقف المشهد ده ثواني، وعلى طريقة السينما تكبر المشهد شوية. كبر كده الصورة، شايف الشريف حسين ماسك ايه في ايده؟ بالظبط علم. العلم ده ألوانه ايه؟ مش حاسس ان الألوان دي مألوفة ليك؟ طب اركن بقى العلم ده على جنب وتعالى نرجع تاني لسنة 1909. وقت التجهيز للثورة دي كان بينعقد في الأستانة واللي هي دلوقتي اسمها اسطنبول، المنتدى العربي. وهو كان عبارة عن منتدى أدبي ثقافي، وكان القائمين عليه حلمهم بسيط، حلمهم في وطن عربي واحد يجمع ما بينهم.
بس ثانية واحدة، هو ده لو حصل هيكون العالم إيه؟ وإيه الحاجة اللي نقدر نجمع عليها كل العرب؟ وهنا افتكروا أبيات الشاعر صفي الدين: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. خلاص إحنا عندنا الألوان، يلا. وهوب عملوا العلم من الألوان دي، عبارة عن 3 مستطيلات بالعرض كده، الأول أسود، التاني أخضر، والتالت أبيض، وفوقيهم مثلثين في وش بعض لونهم أحمر، وكتبوا عليها الأبيات دي. الراية بعد أيام اشتهرت ووصلت للشريف حسين سنة 1914. عجبه جدا العلم، ولكن حب يغير فيه شوية، فشال المثلث وساب مثلث واحد بس، وشال الأبيات بتاعت الشاعر، وبقى العالم زي ما انت شايف كده. نركن بقى الموضوع ده على جنب، ويوم 22 فبراير سنة 1916 الحاج سايكس حب يبعت للسير مكمهون في مصر رسالة بيقول فيها: بص يا مكمهون يا أخويا، دي بعض الرسوم والألوان اللي بتمثل الممالك العربية: العباسية بالأسود، والأموية بالأبيض، والعلوية بالأخضر، والأحمر لشيوخ وقبائل الجزيرة. وبعت معاها الاقتراحات اللي انت شايفها دلوقتي في الأعلام العربية. وختم الراجل رسالته بالجملة دي بالنص: أرجو أن تغفر لي هذه الخربشة السريعة، لكنني لم أملك سوى 25 دقيقة لإنجازها بما فيها الرسوم. تخيل، 25 دقيقة. أنت متخيل الإعلام اللي إحنا عمالين بنتخانق عليه على تويتر وندخل في خناقات وصراعات ونقاشات اتعملت في 25 دقيقة بس، وعلى إيد مين؟ ضابط محتل بريطاني. بالمناسبة الرسالة دي هتلاقي موجود منها صورة في الأرشيف البريطاني في لندن، وكمان في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد. نرجع تاني للأعلام. تعالى كده بص على علم فلسطين. شايف الألوان دي؟ مش دي الألوان اللي احنا لسه كنا بنقول عليها؟ بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. طب جرب كده تحط نجمة جوه المثلث الأحمر ده، بقى علم المملكة الأردنية. طب تيجي نلعب تاني، جرب تبدل المثلث بمستطيل أحمر وتشيل النجمة، بقى علم الإمارات. طب بلاش، لخبط الألوان شوية ورجع المثلث ده بس اقطع منه حتة، ده علم الكويت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طب بلاش، شيل المثلث خالص وخلي العلم أحمر وأبيض وأسود، وكده بقى معاك علم اليمن السعيد. وعلى ذكر اليمن السعيد، فحابب جدا 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 أشكر كل متابعينا من اليمن على الرسائل اللي بيبعتوها سواء على الصفحة أو هنا في الكومنتس. طب بلاش، جرب كده تحط نسر جوه اللون الأبيض ده، كده بقى معاك علم مصر. طب شيل النسر وحط بداله كلمة الله أكبر، كده بقى معاك علم العراق. طب شيل كلمة وحط مثلث أخضر، ما ده علم السودان برضه صح؟ شيل المثلث خالص وحط 3 نجوم وبدل الأحمر بالأخضر، كده بقى معاك علم سوريا. أما بقى في لبنان فالموضوع كان مختلف شوية، لأنها كانت تابعة لإدارة بيكو. أنا نسيت أقول لك إن سايكس بيكو دول شخصين، اتفاقية بين شخصين. فده تقريبا بقى اللي هو إيه، زنق نفسه في الديدلاين أو حاجة وكسل، فخد علم فرنسا كوبي بيست. تمام. طب ما كده هيبقى ايه الفرق ما بين فرنسا ولبنان؟ احنا نحط شجره الارز اللي لبنان بتتميز بيها في وسط العالم، وكده حلينا المشكله. ولكن سنه 1943 بعد استقلال لبنان تم تغيير الشكل للعلم اللي موجود دلوقتي. كده تقريبا احنا قلنا اغلب دول المشرق العربي. اما دول المغرب العربي فكانت بعيده شويه عن الصراع، هتلاقي اشكالها مختلفه شويه وفيها شويه عناصر جديده. عندك مثلا ليبيا، هم نفس الالوان، الاحمر والاسود والابيض والاخضر، ولكن هتلاقي الترتيب مختلف وجديد. وفي النص هتلاقي فيه الهلال اللي بيرمز للاسلام، والنجمه الخماسيه اللي بترمز لاركانه الخمسه. طب اتحرك كده بعيد عن ليبيا شويه، هنروح لتونس، هتلاقي ان نفس الهلال ونفس النجمه. طب بلاش، الجزائر هتلاقيها رغم اختلاف الشكل شويه الا ان برضو محتفظه بالهلال والنجمه في النص. اما بقى لو بصيت للمغرب فهتلاقيها استغنت عن الهلال ولكن احتفظت بالنجمه الخماسيه في النص. طب ايه حكايه النجمه والهلال دول؟ الهلال والنجمه دول يا سيدي دول هم رمز الدوله العثمانيه اللي كانت كل الدول دي واكتر تابعه لحكمها وتحت رايتها. من الاخر احنا مش جايين نعمل الحلقه دي علشان ندعو للقوميه العربيه ولا اي حاجه تانية، ولكن كل اللي محتاجين نفتكره احنا مين وايه اللي احنا بنتخانق عليه. الاعلام والتقسيم السياسي ما كانتش الا محاوله من الاستعمار عشان يهد الدوله العثمانيه اللي كانت بتحكم جزء كبير من العالم. لو فكرت فيها هتلاقيهم ان هم ما عملوش حاجه جديده،
هم رجعوا القبلية والعصبية الجاهلية ولكن بطريقة شيك ومتحضرة شوية. وبس كده، لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت وتكتب لنا تحت في الكومنتس نفسك نتكلم عن ايه تاني الحلقة الجاية. وبس كده، دمتم بخير والسلام عليكم.